من بعد ما المدرب ديال البرازيل عيط لنيمار يحضر المونديال كآخر نسخة ليه، واش وهبي غادي يدير بحالو ويعيط لسفيان بوفال؟ أشنو بليكم انتوما؟ كتبوا لي في التعاليق ونبداو الفيديو على بركة الله. المرحلة الجديدة بدت مع محمد وهبي اللي خلف الرقراقي. وهبي جاب معاه عقلية رابحة، وهو اللي توج بلقب كأس العالم للشباب فالتشيلي. عاد دابا بدا المعقول والخدمة الصحيحة. الدفاع تبدل بزاف، جو أسماء وازنة بحال عيسى ديوب اللي اختار المغرب وشادي رياض وعبد الأبقار. هالدراري هما الساروت اللي غادي يسد لينا كاع الثغرات اللي كانت عندنا. وما نساوش الدراري الصغار اللي طلعهم وهبي من فئات الشباب بحال أيت بودلال وباوف. هاد الجيل الذهبي هو اللي غادي يضمن لنا الاستمرارية والريادة لسنوات طويلة. تكتيكياً ولينا كنشوفوا خطة 4-2-3-1. الهدف واضح، الهجوم بذكاء وسرعة بلا ما نضيعوا ديك القوة الدفاعية اللي خلت العالم يحترمنا في قطر. الانسجام ولا رائع. أشرف حكيمي كبقى هو المحرك ديالنا في اليمين، وبمساعدة مزراوي في اليسار المنتخب ولا عنده حلول تقنية كبيرة كتخلع أي منافس كيف ما كان نوعه. القوة والسرعة كاينين وسط الميدان، ولا فيه انسجام كبير بفضل الدوبل بيفو. مرابط والخنوس وباقي الدراري كيقدموا مجهود جبار باش يحميوا الدفاع ويسرعوا اللعب. سبحان الله على هاد الروح القتالية. الإحصائيات كتقول كل شيء، 8-0 في التصفيات والمرتبة الثامنة عالمياً. المغرب اليوم قوة كروية حقيقية، والبرازيل والمنتخبات الكبيرة ولو كيضربوا لينا 1000 حساب في كل ماتش. البداية غادي تكون قاصحة ضد البرازيل في ملعب ميت لايف. هذه هي الفرصة باش نبينوا للعالم بلي اللي درناه في قطر ما كانش صدفة، بل هو نتيجة عمل وتخطيط ومجهود ديال البلاد كاملة. واش واجدين؟ التحضيرات كتدوز في مجمع محمد السادس في المعمورة اللي كيتعتبر من أحسن مراكز التدريب في العالم. هاد إمكانيات هي اللي كتخلي اللاعبين يعطيوا أحسن ما عندهم ويطوروا مستواهم دايماً. الرياضة أخلاق قبل كل شيء، خاصنا نشجعوا بروح رياضية ونكونوا سفراء حقيقيين لبلادنا. فالميريكان وكندا والمكسيك، المغربي ديما كيبهر العالم بكرمه وأخلاقه العالية فكل بلاصة. إلا وصلتي لهنا كتب لي بغينا سفيان بوفال باش نعرفك وصلتي ونجاوبك على الكومنتير ديالك. نشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو.